احنا كسبنا قرابة الاسماعيليه، كسبناها 5-2 ما شاء الله سكور. وبرضه احنا خلاص بينا بالمركز الاول من سيراميكا، مفيش. وصعدنا فوق الاهلي وفوق بيراميدز، الدنيا زي الفل وماشيين ببركه ربنا كده، والحمد لله بنكسب وبنقدم كل ماتش المستوى اللي للماتش اللي بعده. في الكونفدراليه متصدرين المجموعه بتاعتنا وبقى لنا ماتش ونتاهل، وفي الدوري ماشيين كويس لحد ما، وكاس مصر ان شاء الله ربنا يكرمنا. انا معاك في كل ده. بس احنا لحد دلوقتي بنقابل بتروجيت، بنقابل قرابة اسماعيليه، انما احنا لو جينا قدام الاهلي وبيراميدز بالسكواد بتاعنا ده مش هينفع. والله العظيم ما هينفع. مهما حاولنا نقدم بقى مستوى، ومهما قلنا ان احنا معانا لعيبه رجاله لعيبتنا زي الفل الله اكبر، ما اتفق معاك ما اختلفش. بس احنا برضو محتاجين 3 4 صفقات لعيبه تقيله في الملعب. محتاجين حرفيا لعيبه 3 4 صفقات يدعموا الفريق. الفريق بتاعنا ده مش هينفع يقابل بيراميدز، مش هينفع يقابل الاهلي. مهما كان قوتك برضو في فرق خبرات في الاهلي وبيراميدز. ماتش المصري ديك شفت احنا كنا عاملين ازاي، ولسه هتشوف ماتش سيراميكا هتبقى عامل ازاي. فاحنا حرفيا محتاجين 3 4 صفقات تقال، وزعهم بقى في الملعب. محتاجين حد في قلب الوسط، مركز 6 كده، حد يكون تقيل. عندنا محمد شحاتة وعندنا أحمد ربيع وعندنا محمود جهاد، بس محتاجين حد تقيل. محتاجين حد مكان ناصر مالي اللي احنا مشيناه. محتاجين الناس دي. محتاجين ناس أعلى. محتاجين 3 4 صفقات يدعموا مع الفريق، مع الشباب اللي موجودة، مع التيم اللي موجود، الناس دي تدعم معاه. لا، مع الوضع ده مش هينفع. فلازم تركيزنا تركيز كابتن حسين لبيب وكابتن جول انور. فكوا كده ان شاء الله، ده لو اتفك. وندعم 3 4 صفقات تقال مع الفريق، بس تكون لعيبه تقيله، مش لعيبه اي كلام.